السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الرسالة التانية بالنسبة لأرباح اليوتيوب اللي هتكون بالجنيه المصري إن شاء الله بداية من مايو 2025. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الرسالة الأولى اللي جات للناس اللي هي كانت بتقول تغيير العائدات إلى الجنيه المصري بداية من 1 مايو 2025، وعرف تفاصيل الرسالة. اللي ما سمعش الفيديو اللي فات يرجع للفيديو اللي فات ويعرف تفاصيل الرسالة الأولانية. بالنسبة للرسالة التانية اللي جات للناس بيقول لك يجب تعديل معلوماتك المصرفية لتلقي العائدات بالجنيه المصري. هنا بيقول لك انت كنت بتقبض معانا بالعائدات بالدولار الامريكي، فعليك تعديل التفاصيل المصرفية اعتبارا من 1 ابريل 2025. طب ايه هي الاجراءات التي يجب اتخاذها عشان نعدل في حسابنا للدفعات الجديدة عشان تكون بالجنيه المصري؟ أول حاجة بيقول لك لمواصلة تلقي العائدات بعد أبريل 2025 عليك إضافة حساب مصرفي يقبل الجنيه المصري إلى الحساب الجديد. يعني لازم تعدل عشان تقبض من بنك يكون بيصرف بالجنيه المصري. طب إيه هي الخطوات دي؟ أول حاجة بيقول لك إن أنت تخش على حسابك الخاص على أدسنس، وادي مثلا إن إحنا بنجيب كده الحساب بتاعنا على أدسنس، وادي الصورة بتاعتنا بيفتح لي الصفحة الرئيسية بالشكل ده. وبعدين بيقول لك المفروض إن أنت بتنقر على الدفعات ثم على معلومات الدفع، فهنروح كده نضغط على الدفعات وبعدين على معلومات الدفع. ادي الدفعات اهي وبعدين معلومات الدفع، فتظهر الشاشة اللي احنا شايفينها دي او الرسالة اللي احنا شايفينها هنا كده. هو في تعديلات في حساب الدفعات. بالنسبة لمصر انت هتتعامل بالجنيه الايه المصري، والسابق في مصر انت كنت بتتعامل بالدولار الامريكي حتى 1 ابريل 2025. لو ضغطت على الجنيه المصري هتلاقيه هو مطلع لك ان ارباحك المفروض هتكون بالجنيه المصري، وده عشان تستلم الدفعات بتاعتك الشهرية لازم مجموعها يساوي 5000 جنيه على الأقل. يعني حد أدنى هيكون 5000 جنيه عشان تقبض الأرباح بتاعتك. طيب احنا لما كنا بنشتغل بالدولار الأمريكي فكان بيقول لك الحد الأدنى 100 دولار أمريكي، فما كنتش تقدر تقبض الأرباح بتاعتك أقل من 100 دولار. لكن لو رحت على الأرباح المصرية اللي هي هتكون بالجنيه المصري فبيقول لك إن أنت مش هتقدر تاخد الأرباح بتاعتك إلا إذا عدت ال5000 جنيه المصري. فهنا بيقول لك طريقة الحصول على دفعاتك، فلازم هنا تغير في طريقة الحصول على دفعاتك، الطريقة اللي انت بتستخدمها عشان تاخد الأرباح بتاعتك. فلازم تكون البنوك هنا تكون بتصرف بالجنيه المصري. هنا بيديك الطرق عشان تختار البنك اللي يناسبك بس يكون بيصرف الأرباح بتاعتك بالجنيه المصري. فانت بتخش على اختيار طريقة الدفع. بس الناس اللي كانت بتستخدم ويسترن يونيو هتلاقي ان ويسترن يونيو هو بيشتغل بالدولار وبيشتغل بالجنيه المصري، فهنا مش هيحصل اي تعديل خالص بالنسبة للناس اللي بتستخدم ويسترن يونيو. وهنا تحت خالص بيقول لك ملحوظة: في حالة تلقي الدفعات عبر ويسترن يونيو ليس عليك اتخاذ أي إجراء. خلاص، فأنت كده مش هتعدل في أي حاجة طالما أنت كده كده بتاخد أرباحك من البنك ده، لأن البنك ده بيشتغل بالدولار وبيشتغل بالجنيه المصري، وبكده أنت تبقى عدلت في طريقة الدفع. تعالوا احنا نروح بالنسبة للعملة ازاي ان احنا نعدل في العملات بتاعتنا. تمام، فاحنا بنخش على استوديو يوتيوب وبنيجي في الاعدادات وبنضغط على الاعدادات، فبالتالي بتطلع لك الصفحة دي، فبتلاقي الاعدادات العامة وبعدين بتلاقي هنا حاجة اسمها العملة. فهنا العملة مديني دولار الامريكي، فانت كنت بتشتغل بالدولار الامريكي، لما بتحب تغير بقى هتضطر تغير للجنيه المصري، فانت هنا هتختار الجنيه المصري وتفعل الجنيه المصري. فدي طبعا كل العملات اللي عندك. هنا هتلاقي كلمة الجنيه المصري فهتضغط على الجنيه المصري، يبقى انت كده خليت العملات بتاعتك هتكون بالجنيه المصري، وتكون انت كده عدلت كل التعديلات المطلوبة معاك في اليوتيوب، وبكده تكون ان شاء الله مستعد لتلقي الارباح بتاعتك بالجنيه المصري وما عندكش اي مشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.